مبدئيا كده الفيديو ده مهم لكل طلاب الثانوية العامة 2023، خاص بمعلومات عن النتيجة والإحصائيات والمؤشرات ونسب النجاح، وكمان هنتكلم عن درجات الرأفة وإمتى هتضاف للطلاب، وكمان هنتكلم عن الدراسة في الخارج. المهم إن أنت تكمل الفيديو ده للنهاية علشان تستفاد وتفهم كل شيء متعلق بالأمور اللي هنتكلم عنها. وطبعا لو أنت زائر جديد نورنا بالاشتراك في القناة هنا وفعل الجرس، لأن إحنا زي ما قلت لك مكملين معاكم في كل ما يخص التقديم للكليات. ويلا بينا نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الفيديو ده هنتكلم عن شوية معلومات عن النتيجة. دي أول حاجة. في البداية كده أحب أعرفك إن النتيجة ينتهي التصحيح منها يوم الثلاث الجاي بإذن الله تعالى، اللي هو بعد بكرة. النهاردة الاثنين، بكرة الثلاث هيتم الانتهاء من تصحيح كافة أوراق طلاب الثانوية العامة بالشعب الثلاثة: أدبي، علمي، علم رياضة. علشان تبقى عارف برضو بعد كده هيبقى إن هم يضيفوا درجات المقالي على الدرجات البابل شيت، يعني هيجمعوا الاثنين مع بعض. بعد كده هيبداوا في اهم مرحله بالنسبه لاي طالب في الثانويه العامه، ودي حرفيا اهم من التصحيح ذات نفسه. انا عن نفسي شايفها المنقذ لطلاب الثانويه العامه بالذات الدفعه دي، وهي إضافة درجات الرأفة. لازم وزارة التربية والتعليم المصرية تزيد من عدد درجات الرأفة اللي بتضيفها للطلاب، لأن في بعض المواد زي مثلا الكيمياء نسبة النجاح فيها يعني بالنسبة للمواد التانية قليلة شوية، 88% وحاجة من 10. فلازم إن الوزارة تزيد من نسبة درجات الرأفة، لأن أنا عارف فعلا إن في طلاب هتكون في احتياج لدرجات الرأفة، ودي لازم يتم رفع بيها الطلاب، خاصة في المواد اللي كانت الامتحانات فيها صعبة زي امتحان الأحياء والكيمياء والتاريخ وكمان الانجليزي. وعايز اقول لك معلومه كده على السريع، ان اليوم السابع حصل على يعني الحق ان هو يعرض نتيجه الثانويه العامه 2023، يعني هتقدر تجيب نتيجتك من اليوم السابع زي كل سنه. وما تشيلش هم طبعا، قبل ما النتيجه يعني يبدا يعلن عنها هنزل لك كل اللينكات اللي ممكن تقدر من خلالها تجيب النتيجه بتاعتك، وهوضح لك اقول لك افضل لينك وتدخل ازاي تجيبها. كل حاجه ان شاء الله تعالى هتكون برضو هنا على القناه. تاني حاجه عايز اتكلم عنها هي الدراسه في الخارج او منح الدراسه في الخارج. الدراسه في الخارج طبعا هتكون دي افضل بديل لطلاب اللي هم يعني درجاتهم مش اللي هي، لكن طبعا بتكون فيها تكاليف وبتكون طبعا فيها يعني مغامره شويه. اول حاجه كده لازم تبقى عارفها ان انت هتاخد اول سنه في الدراسه في الخارج ان انت تدرس اللغه اللي انت تروح تدرس بيها في البلد دي. مثلا هتروح المانيا فهتاخد سنه من قبل يعني ما تبدا دراسه الكليه بتاعتك، بتاخد سنه تدرس فيها اللغه الالمانيه، او بمعنى صح اللغه المحليه اللي بيتم بيها الدراسه في الدوله دي. يعني لو انت كويس في اللغه الانجليزي كويس، لكن اوقات بتكون الدول دي متمسكه باللغات المحليه بتاعتها اللي انت هتدرس بيها. مثلا لو هتروح روسيا فهتاخد سنه قبل ما تبدا الدراسه بتاعتك وتدرس فيها اللغه الروسيه. طبعا على حسب سنين الدراسه هناك، ممكن تكون مثلا سنين الدراسه في الكليه ذات نفسها مثلا 5 سنين، بالاضافه لسنه دراسه اللغه يبقى تبقى 6 سنين. ده ممكن طبعا يكون مثلا لو هتدرس مثلا يعني التربيه او مثلا علم السياسه، فانت خليك عارف فكره ان انت تاخد سنه قبل ما تبدا الدراسه في الكليه تدرس اللغه بتاعتها. وفي برضو بعض المنح بتكون يعني موفره ليك سكن خاص بالكليه بتاعتك او الدراسه بتاعتك، وفي برضو منح تانية ما بتكونش موفره ده. طبعا كل الكلام ده هيعلن عنه لسه بعد ما تظهر النتيجه. يعني مثلا حد يقول لي طب هي مثلا المنحه الفلانيه هتقبل من كام؟ ما هو لسه ما حدش لسه عارف هتقبل من كام، لكن غالبا علشان تبقى عارف يعني خلال السنين اللي فاتت بتقبل من مجاميع قليله جدا. وبس كده، ده كان فيديو اليوم، والسلام عليكم.